كلام على وكيل المدرسة اللي اتقبض عليه خلاص الحمد لله، ربنا ستره كتير، واكيد انا بقول لربنا بدي واحد فرصة واتنين وتلاتة، وبعد ما خلاص فربنا بيشيل ستره من عليه. انا بتكلم على الراجل خلاص اتقبض عليه، هو كان وكيل تربية وتعليم، علم اجيال، بس هو ما ترباش وخلاص هياخد عقابه، بدل الساعتين اللي كان هيروحوا معنين حلوتين وعسلتين وسعاد حسنتين، وكان هيروح فيهم سنتين. وهي ان شاء الله الجميلة اللي كانت بتسجله وبتصوره، او يعني بتحاول توقعه. انتوا ما لاحظوش الكلام اللي كان داير بينهم؟ هل في واحدة محترمة تسمح بالإيحاءات دي كلها لحد ما يجي يمسك ايديها وطريقتهم مع بعض اللي هم عارفين بعض؟ يعني انتوا رحت تطلبي حاجة مش قانونية اللي عايزة ينجحي بنتك اللي هي شالت مادة وعايزاها تنجح ومش عايزاها تحضر الصيف، والمدير رفض فرحت للوكيل. هل هو ده حاجة مش قانونية وراحت تطلبيها بأي نوع؟ وهو هيوافق ليه؟ هيوافق لا بغرض بقى، لا غرض، لا فلوس، لا الجنس اللي هو طلبه منك. هو انت ما تحققوش معاكي يعني؟ انت كده مش مذنبة؟ لا انت مذنبة، حياتك كلها مذنبة. كلامك كان كله الفاظ يعني مبالغ فيها. فانا عايزة تحقيق شامل ليها وليه، ولو كان بينهم قبل كده اتصالات، تليفونات، رسائل، تنجد.